اسمي منى يوسف سعيد. بلبس نظارة من وانا في اولى اعدادي. ابتديت ان انا ما اشوفش غير من غير نظارة. الموضوع كان رخم شوية. يعني تقريبا اول ما اصحى من النوم انا مش شايفة حاجة، اول حاجة ادور عليها هي النضارة، فكانت يعني اول حاجة في حياتي. يعني بعد ما عملنا الكشوفات والفحوصات الدكتور اختار لي اصلاح سطحي بالليزك. دلوقتي خلاص، لا يعني حاسة كأني رجعت زي زمان، يعني قبل ما البس النضارة. الحمد لله. يعني عايزة اشكر دكتور هشام ان هو كان يعني صبر معايا طول الوقت، والحمد لله وصلنا لنتيجة حلوة يعني. طارق محمد 3 سنين. رحنا للدكتور في الأول قال فعلا دي مية بيضاء وطلب إشعاعات التحاليل. رحنا يمكن 6 دكاترة وكل يعني معظمهم أجمعوا إن ينفع يزرع عدسات وهو عنده شهور. فإحنا ما اقتنعناش غير بكلام دكتور هشام. لما طبعا هو قال لنا أسلم حل ليه إن هو يزرع العدسات بعد سنتين. والحمد لله لما تم السنتين زرع العدسات. الحمد لله الأول ما كانش بيجي بحاجة بعيدة، ما كانش بيشوف بالليل كويس. الحمد لله تاني يوم ما زرع العدسات بص في الأرض شاف نملة، بقت لي نملة يا ماما نملة. فانا فرحت جدا يعني ساعتها بالوقت ده. يعني عايز تطلع ايه لما تكبر؟ تطلع دكتور زي دكتور ايه؟ السلام عليكم، أنا الأخت منيرة، جيت من جدة وكنت أعاني من ضعف نظر شديد وكانت عندي موية بيضة. فقام الدكتور هشام بالتحاليل اللازمة وإزالة هذه المياه البيضاء. فقام الدكتور بوضع عدسة متعددة البؤر، وكانت هذه العملية ناجحة جدا، ليس فيها ألم ولا تحتاج إلى وقت طويل، والحمد لله تمت العملية بنجاح. وأنصح كل من لديه ضعف شديد بالتوجه إلى الدكتور هشام. اسمي محمد حسن محمود من محافظة قنا. عمري 59 سنة، أعمل في مجال التدريس. حقيقة أنا هحكي لكم تجربة شخصية هعتبرها قصة نجاح بطلها الدكتور هشام غريب في مستشفى دنيا العيون في الدقي، حيث أنني أعاني من قصر نظر شديد جدا جدا منذ صغري، وأرتدي نظارة سميكة جدا. كنت أتحرج في الحقيقة من ارتدائها، وإما زال الطين بلة. طبعا ظهرت مياه بيضاء بعد حوالي 20 سنة أو 25 سنة من ارتداء النظارة. فطبعا بثقة وأسلوبه المتميز وأسلوبه الواثق من نفسه وعدني إن شاء الله بنجاح العملية. وفعلا بعد إجراء العملية شعرت بأن ما وعدني به أنا ما أحس به الآن أكثر جدا مما وعدني به، والنتيجة جميلة جدا، حيث الآن أمشي وأقرأ وأتحرك بنظارة أو بدون نظارة لا تفرق عندي. حقيقة أنا سعيد جدا بنجاح العملية وبمجهود الدكتور هشام، بارك الله فيه. والجميل جدا أنه يتواصل معي أيضا حتى بعد إجراء العملية، عند أي اتصال يرد بسرعة جدا. شكرا لكم وشكرا للدكتور هشام. أنا الحاج سعاد على المعاش، وعينيا كانت سليمة لما من ساعة ما قعدت على المعاش وهي تعبت، وكان السكر عمل لي في الشبكية التهابات وتعب وكده. والدكتور هشام تسلم إيده عمل لي الشمال والحمد لله المية البيضاء وحقن وعدسة، وبعديها بشهر اتعملت عيني اليمين والحمد لله أنا دلوقتي في أحسن حال. حاجة كوثر، عملت المية البيضاء في عيني اليمين الأول، ما كانتش متطورة زي العين الشمال. بفضل الدكتور هشام العين الشمال كانت متطورة لدرجة إن أنا قلت مش هشوف تاني. يعني كانت حاجة فظيعة بصراحة. ففضل من الله سبحانه وتعالى إنه وفقني، وفق الدكتور هشام لأحسن حال، والحمد لله كأن ما كانش فيها أي حاجة. الراجل ده أنا بشكره لعمر اللي جاي كله. روحه حلوة، راجل محترم، دكتور على خلق. أنا عيد لطفي رزيق، كنت بعاني من قرنية ولفيت على جميع المستشفيات، كله كان بيخوفني منها. نجاحها 50%، ولدرجة إن أنا كنت بخاف، وبعد ما اتفق مع كل الدكاترة برجع وبخاف أروح راجع. لما جيت هنا بصراحة والدكتور ربنا يخليكم محافظ عليكم، وشفت كلام الدكتور هشام وشفت المقابلة بتاعت المستشفى، خلوني إن أنا بتكلم. قلت طبيعي الواحد يعيش كام سنة، مش إن أنا بتكلم يعملها وخلاص. والمعجزة حصلت والحمد لله والشكر ربنا قبل كل شيء. اسمي إسلام رجب محمد، عامل عملية زرع قرنية. طبعا قبل العملية كان النظر
مفيش خالص، لدرجة إني مكنتش بشوف متر قدامي. بس الحمد لله جيت هنا وعملت العملية، والناس هنا كويسة جدا ومحترمة جدا ومعاملة كويسة خالص. وبالأخص الدكتور هشام كان يعني شخص محترم، دكتور ممتاز، هو اللي تابع معايا واهتم بحالتي كويس. كنت بشوف قليل خالص وأنا عندي الماء الزرقاء. بعد كده أما ربنا كرمنا وعملنا العمليات بدأت نشوف، يعني الرؤية كانت كويسة. ما عايزش نوصف الدكتور هشام، يعني بصراحة يعني فوق الممتاز الراجل. مدام فوزي، كان عندي مية بيضاء في العين الشمال واليمين، بس الشمال كانت أكتر. بعد العملية لما شلت الرباط بقي في فرق جامد بين الأول، السواد والخيمات السوداء راحت خالص. والفضل لربنا والدكتور هشام، هو بصراحة اللي شجعني وساعدني إن أنا أعملها، وقال لي مش هتاخدي 5 دقايق، وعملتها عند الدكتور هشام، ونشكر ربنا، وإيده مبروكة وزي الفل، والشفاء في إيد ربنا وفي إيدي.